كاميرات المراقبة بقت عينه موجودة في كل مكان، بس العين دي ساعات بتشوف حاجات أغرب من الخيال، من مواقف مضحكة ومحرجة لحاجات غريبة مش مفهومة. النهاردة هنتفرج مع بعض على أغرب الحاجات اللي اتوثقت قدام الكاميرات. يلا بينا. بس الأول خلينا ناخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك بلايك للفيديو واشتراك في القناة. الراجل ده في موقف لا يحسد عليه. لاحظ إن في حد بيحوم حوالين البيت، فطلع يشوف مين، وياريته ما طلع. الروبوت الصغير ده راح للروبوتات التانية ودعاهم لبيته، ولك أن تتخيل إنهم وافقوا وراحوا معاه. كان نفسي أشوف وش الموظفين أول ما شافوا الفيديو ده، مش عارف ليه حاسس إن الموضوع يخوف. تخيل يبقى مكتوب سبب الوفاة إن الكلب بتاعه هوهو. أنت كلب مش جدع على فكرة. بقى الانفجار ده كله على لمبة فرقعت ولا ايه الحكاية؟ الواد ده ليه مستقبل. لولا وجود كاميرات المراقبة على السطح أنا متأكد إنهم كانوا هيتجننوا رسمي ومش هيعرفوا يفسروا الموقف. واضح كده إن الراجل ده اكتشف كارثة، لكن اللغز اتحل بمجرد الرجوع لكاميرات المراقبة. سبحان الله، الأولاد دول انكتب لهم عمر جديد. فرق ثواني بسيطة والوضع كان هيبقى غير الوضع. يا لهوي، ده أنا نفسي ما توقعتهاش. أنا نفسي أشوف الفيل بس مش لدرجة إن أشوفه على كاميرات المراقبة وهو بيكسر في بيتي. كل حاجة مجمدة قدامك، أكيد مش هتيجي على الشبكة يعني. الراجل المسكين ما كانش عارف إنه داخل على مفاجأة كبيرة. الله، ده الفار طلع نينجا بقى وانا مش واخد بالي. تخيل مين اللي خرم الحيطة كده، اكيد هتقول صاروخ. تفتكروا انبوبة تعمل كل ده؟ خلينا نكون صراحة، كلنا عارفين ان الوقوف بالطريقة دي على سلم متحرك فكرة فظيعة. Hey, what happened?
والتليفون ما صدق وقع في الزيت وبقى عامل زي السمكة. سيبك انت، الراجل ده محظوظ اخر حاجة. انت كاوتش مش محترم على فكرة. عشان تركز بعد كده. Stupid behavior. فوبيا الاسانسير بتزيد عندي يوم عن يوم. انا متأكد ان مفيش حاجة محتاجة تتقص في قاع البحيرة يا برو. هو نفسه اتفاجئ ان عنده القدرة يحرك العربية، بس يا ترى عنده القدرة يوقفها برضو؟ ما اعتقدش. الاتنين فعلوا وضع النوم في ثواني. اظن انزلاق ارض زي ده مش هيسيب حاجة قدامه الا لما يأذيها، عشان كده كلها فكرة وقت قدام البيت ده. اليومين دول ما ينفعش تثق في اي حد ولا حتى عيالك. بيقولك تعريف الغباء هو تكرار نفس الغلط اكتر من مرة مع انتظار نتيجة مختلفة. ايه يا عم ده انا لو عايش في مزرعة برضه مش هشوف المنظر ده. وانا اللي فاكرك نينجا طلعت ترتر. لا مفيش، الباب خبط فالكلب فتح يشوف مين. لا هو اكيد مش هو اللي جاب الورد. على فكرة كان ممكن تقدم استقالتك بدل البهدلة اللي انت عملتها دي. كان موظف غلبان هيشيل تمن الإزاز لولا وجود كاميرات المراقبة. كان نفسي أعرف السواق ده بيفكر في إيه لما ساب الكلارك ونزل. على الأقل هتمشي وهي بصة قدامها بعد كده. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. تحسه كان مراقب المحل لحد ما خرجت، تقريبا كان فاكره سوبر ماركت. فرح انه بعت مراته عند ابوها يومين، بس للأسف الفرحة ما كملتش.
ايه يا بنت ده؟ انت بتركبي جمل؟ انا كنت هقول الستات ملهاش غير في المطبخ، بس خدت بالي انها في المطبخ اساسا. اوبس، قوي الملاحظة بس اللي هيقول لي كام طبق وقع. عشقطة دبابة. اوب اوب، طب وذنبه ايه الراجل الغلبان ده؟ بيقولك بقى الأنثى لما بتغضب بيبقى عندها طاقة ضعف الراجل، عشان كده اتنين بيجروا قدامها. الحقيقة أنا مش قادر أفهم، هو بيخضه ولا بيحترمه؟ في فلوريدا التماسيح هناك عاملة زي الكلاب البلدي عندنا كده، موجودة في كل مكان. أعوذ بالله، العيال عندهم حق صراحة. تخيل الباب يخبط، تبص من العين السحرية تشوف المنظر ده. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، وأكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.